أنا هجرت لربعي وداري وعلى المبادي كنت حافظ وداري. أنا هجرت لربعي وداري وعلى المبادي كنت حافظ وداري. لو كنت عالم بعطف بيي وداري لهجرت غربتي وزاحف على ركاي. يا هلي يا هلي يا رباي، النصري بلدنا والشقام بدمنا. نصري بلدنا
تصبب عرق جبينه بتراب الناصر ولونها ونكهة أحيائها العتيقة، فانبعث التاريخ بأمجاده، وأخذ الفولكلور يتراقص على شبابة الراعي وأجراس الغنم العائدة من المراعي الخضراء. اتكأ على جدران البيوت العتيقة والأبنية التي تعبق بالتاريخ ليلتصق بالمجد أو ليلتصق به أمجاد الآباء والأجداد، ليفاخر بها كل العالم وليفخر بهذا الموروث العتيق، وليذكر الأجيال الناشئة التي تكاد أن تهجر هذه الحكايا وتفاصيلها وهذه الزوايا وتاريخها، وليعلنها صراحة: هنا بيت أبي وجدي وجد أبي، هنا ولدت وترعرعت ولعبت، وهنا سأدفن في هذه الأرض، وهنا باكون. أخذنا في جولة مع سواقي التاكسيات والتنادر والشاحنات والباصات وكوكبة من السائقين المهرة، منهم من رحل عنا ومنهم ما زالوا معنا ومد الله في أعمارهم. هو بذلك أشار إلى النسيج الاجتماعي الرائع الذي ساد البلد من كافة أحياء المدينة وشرائحها، وهي أمانة سلمت لنا لنودع هذه الراية إلى الأجيال القادمة. وإذا رغبت أن يرفع الستار عن المحالك التاريخية أو ما يسمى اليوم بصالونات الشعر والحلاقين بمراكزها الثلاثة، منطقة العين ومنطقة السوق ومنطقة الكراجات، فدخل معك وسلم عليهم وعانقهم ولعب معهم طاولة الزهر، سمع أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الحليم، ثم الخطابات التاريخية في 23 من تموز للراحل جمال عبد الناصر، كل ذلك من جهاز الراديو. كانت المحالك ملتقى الناس وأندية اجتماعية، ولم ينسى أن يترك على طرف لسانك طعم الحلويات النصراوية، وكيف أن هذه المهنة انتقلت وتوارثتها تاريخيا عائلات اشتهرت بصناعة الحلو. أذاقنا طعم الهريسة والزلابي والسمسمين والكنافي على الفحم والكرمش أو العنبر، ونزلنا معه إلى ساحة البلد لنشرب معه في الطقس الحار والقائد البرش أو البراد المثلج بالليمون. أكلنا معه الترمس والفول إلى جانب البراد. ومن منكم لم يشرب العرق سوس مع ضربات الصنوج ولم يأكل غزل البنان؟ دخلنا إلى القهاوي أي المقاهي اليوم، ودخلنا معه الأرجيلة وشربنا القهوة، وشعرنا بالدور الاجتماعي الكبير الذي لعبته مؤسسة المقهى في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مدينة الناصرة. اشترينا اللحم من أشهر ملاحمها، وتعرفنا على المشط الطبراني المشهور سانت بيتر من مسامكها، وكيف أن الأجداد أورثوا المهنة للأبناء وحافظ الأحفاد على وصية الآباء. أخذنا صورا للهوية وجوازات السفر من أهم استوديوهاتها، وزرنا البوسطة الرئيسية مركز البريد لاستلام الرسائل من الأهل والأحبة والبرقيات والخدمات البريدية الأخرى.
ولأن الثياب الجاهزة كانت غالية الثمن فلجأنا إلى الخياطين المهرة لتفصيل ملابسنا لتكون مريحة وحسب المقاس والطلب. تعرفنا على تجار الأقمشة والخياطة. أما وقسم كبير منكم ومنكن هن من فضل ديان الدايات، فباسمكم وباسمكن جميعا أرسلوا لهن تحية وفاء بدورهن في سبب حضورنا وحضوركم إلى هذا العالم، الأحياء منهم والراحلات. تعرفنا على الذين خدموا في سلك الشرطة، وزرنا محلات الصياغة والمجوهرات وصناعة الذهب، وتغلغلنا في محلات التذكاريات التي صنعت من خشب الزيتون. أخ منقذ زعبي، ولكن لأنه أنقذ هذا التاريخ وهذه الحكاية وهذه التفاصيل الذي قسم كبير منكم يعرفها، أدعو الذي أنقذ هذا التراث الأخ الصحافي منقذ الزعبي فليتفضل. أشكر الأخ نادر سوزي لأنه لم يبق لي ما أقوله. هو أفضل ما وصف الكتاب وشوقكم أكثر لقراءته. السيد رئيس البلدية المحترم الذي يشرفنا بحضوره، القائم بأعمال رئيس البلدية سعادة القاضي خليل عبود، الإخوان أحرار الجولان، الأشم الذين أتوا في هذا اليوم الحزين الذي نجح فيه الإرهاب ضرب قوات جيش أشداء الجيش السوري، نحييكم في عاصمتكم المؤقتة مدينة الناصرة حتى تعودوا إلى عاصمتكم الأبدية الخالدة شام بني أمية وصلاح الدين. نحتفل معا هذا اليوم بصدور كتاب أيام نصراوية الذي يسجل حياة الناس العاديين الطيبين الذين صنعوا النسيج النصراوي المتماسك، وتحول هذا النسيج إلى عبق نحن إليه ونخلد ذكره. إن هذا الكتاب هو نتاج جهد مضني بذلناه على مدى سنوات في طاقم صحيفة العين، وهو ليس في منتهى الجمال لأنه لم يشمل كافة الجوانب الغنية في التراث النصراوي العميق. نعدكم بمواصلة الطريق لكي ننجز هذا العمل الضخم بإصدار جزء ثاني من أيام نصراوية من هضبة الجولان السورية التي تنتظر التحرر والتحرير والعودة إلى الوطن الأم. نرحب بكم بشكل خاص في بلدكم الناصرة المحتفى به الصديق العزيز منقذ زعبي أبو خالد. هذا الكتاب يختلف عما اعتدنا عليه من كتب توثق وتؤرخ. اعتدنا على كتب توثق وتؤرخ لأحداث ولأشخاص كان لهم دور مميز خاص ضمن مسيرة تاريخية. هذا الكتاب يختلف حيث أن أبطاله هم الناس العاديون. أبطال الكتاب هم إخوة وأقارب وأصدقاء للكثيرين منا. ربما لكل واحد من شخصيات الكتاب أصدقاء ومعارف ما زالوا يذكرون
بعض التفاصيل التي تم تدوينها. تلك التفاصيل التي لو جمعناها لرسمت صورة لمرحلة من تاريخ هذه المدينة. لكل فرد ممن تعرض لحياتهم وعطائهم هذا الكتاب قصته الخاصة، ولكن أن تجمع هذه القصص الصغيرة تجد أنك أمام صورة متكاملة لمرحلة من مراحل حياة هذا البلد بأشخاصه، باقتصاده، بالتحديات التي واجهته، خاصة الآثار العميقة التي أحدثتها النكبة على هذه المدينة وشعبنا كله. صحيح أن الكاتب لم يقصد أن يدون كتاب تاريخ، ولكن لا شك أن الصورة محصلة ما جاء في الكتاب تشكل فعلا تاريخا نعتز به. هذا الكتاب يجب أن يتحول إلى كتاب في كل مكتبة في كل بيت نصراوي، وأن نقوم نحن بإرساله أيضا إلى أقربائنا وأصدقائنا المغتربين في شتى أنحاء العالم والذين يملأهم الحنين لهذا البلد وأهله وتاريخه. سيجدون في هذا الكتاب ما يطفئ بعضا من ظمئهم إلى تلك الأيام وإلى تلك الحياة مع قسوتها وطيبتها وجمالها. الشكر موصول للأخ منقذ على هذا العمل الذي نسميه عمل جبار. يعني نحن جميعا بحاجة إليه. نحن بحاجة إليه لعدة أسباب. واحد من الأسباب الأساسية أنه مثل ما تم القول قبل دقائق، شعبنا الفلسطيني بعد 48 تم تدميره. دمرت البنية السياسية، الثقافية، الاقتصادية، تقريبا حتى البنية الوجودية. وانشغلنا جميعا ككتاب وكمحاضرين وكمؤرخين وكصحفيين في تدوين القصة السياسية والوضع السياسي للمجتمع الفلسطيني وللقضية الفلسطينية. في هذه المرحلة اللي احنا كنا كلنا تقريبا منشغلين في الوضع السياسي، وهذا طبعا انشغال مفهوم لتثبيت الجذور والوجود. في العالم كله كان يتجه من ناحية الكتابة التاريخية في هذه الفترة 50 سنة الأخيرة ليس للتاريخ السياسي. إذا ما جئت إلى قسم تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا أو في أي جامعة أخرى، أنت تجد أنه معظم الدروس التي يعني ندرسها في الجامعة هي تتعلق عمليا في التاريخ الاجتماعي. ومثل ما تعلم كلنا نعلم أنه دون ما مجتمع لا يوجد سياسة، لأنه الإنسان هو المجتمع. ولذلك في التاريخ الحديث الأوروبي بشكل عام تجد على أنه الاهتمامات كلها أصبحت تنصب في التاريخ الاجتماعي. وإذا ما لخصنا التاريخ الاجتماعي بكلمة واحدة هو الإنسان. والإنسان في قضيتنا الفلسطينية السياسية من الناحية السياسية من أجل تثبيت حقنا السياسي في مدة ما تم تناسيه. مثل ما قال الأستاذ رامز قبل قليل، كانت هناك شخصيات قيادية التي شغلتنا في كتابة التاريخ. ولذلك احنا تقريبا أضعنا البنية الأساسية للمجتمع. والآن الأخ منقذ حقيقة في هذا الكتاب يعيد على الأقل للناصري هذه البنية الأساسية التي تم ضياعها. الرحمن الرحيم. سيزول يوم الغاصبين عن بلادي مهما تمادى الأعادي، رايات علت وصرخات هتفت سأحميك بدمي يا بلادي. أيها الإخوة والأخوات الشرفاء في الناصرة عاصمة الجليل الأبية، تحية محبة ووفاء لكم
من أهالي الجولان العربي السوري المحتل. جئناكم لنشارك في الذكرى 20 لإصدار صحيفة العين الممثلة برئيس تحريرها السيد منقذ الزعبي المحترم، ومؤسسها ومديرها السيد عزمي الشيخ سليمان المحترم. هذه الصحيفة المميزة بجهدها وعطاؤها، ونحن أبناء الجولان العربي السوري نفتخر بها لأنها تحاكي الضمير العربي من خلال أقلامها الشريفة التي تمثل الضمير الحي في هذا الزمن الرديء. أيها الإخوة والأخوات الصامدين الشرفاء في الناصرة وفي كل مدن وقرى فلسطين الجريحة، من جولان الصمود والتحدي لمؤامرات الاحتلال، إننا ننظر إلى وطننا الغالي سوريا قلعة الصمود وداعمة المقاومة بقلق شديد، متضرعين لله عز وجل أن يزيل هذه الغيمة السوداء عن ربوع الوطن، وينصر شعبنا وجيشنا العربي الباسل وقيادتنا الحكيمة ممثلة بالرئيس الشاب الدكتور بشار حافظ الأسد. أيها الأهل، النصر قريب على جميع المؤامرات الداخلية والخارجية بإذن الله، وبهمة شعبنا العظيم وجيشنا البطل وقيادتنا الحكيمة. لكم منا تحية النضال المشترك والمتواصل حتى تحرير الجولان وعودته إلى حضن الأم سوريا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أيها الأهل، لنا الشرف في هذه المناسبة وفي هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا قلب العروبة النابض أن نكون معكم لننال شرف الدفاع عن وطننا الحبيب سوريا، ونساهم في إسقاط المؤامرة وهزيمة الأعداء والخونة الساقطين، وذلك من خلال مقالات صحيفة العين المناضلة وأقلامكم الصادقة التي تكتب بصدق وشفافية من دموع عين الصحيفة ذاتها. لو ما رضعتني العز أمي لجنح في الجهل وبقيت أمي، لو ما رضعتني العز أمي لجنح في الجهل وبقيت أمي، وحنت صوت أمي ومجد أمي الضنا زال والعيش طاير، يا هلي يا هلي يا باي، ناصري بلدنا والشام بدمنا، ناصري